السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلب رموز؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ودعوا لماما سعيدة ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. قبل اي حاجة ادعوا لي ربنا يوفقني في ثانوي برضو. طبعا وحشتوني كتير 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 جدا، متسألتوش عليا بس اوكي، يعني اتس اوكي. طبعا رجعت لكم بروتين يوم الجمعة عشان احنا النهاردة الجمعة، لو عرفت انزلهولكم النهاردة هنزلهولكم، لو معرفتش بكرة. فطبعا يا حبايبي روتين يوم الجمعة، بابا كان ساعتها عامل يعني العملية جديد وكده، فعاوز اطمنكم على بابا بقى كويس الحمد لله، وراح كشف عند الدكتور، والدكتور قال له شيل اللزقة وكده وبس يلبس نظارة شمس. فهو حاليا يعني كويس وشايل اللزقة وكده، بس لسه بياخد القطرة والبرهم وكده. فطبعا قلت ايه لما غير الفرشة وكده بقى انها محطوطة من اسبوع او اسبوعين، قلت اما اغيرها بقى وخلاص عشان نفسية بابا، عشان برضو الاوضة بتاعتي تكون تتنفس كده مش كاتمة. فطبعا اول حاجة بدأت فيها تنفيذ الشبابيك، وكان في مسامير، عشان كده المسامير كانت عمالة تشد في الخلع وكده. فعاوزاكم تدعولي كتير والله يا جماعة، الثانوي واخدة وقت في الدروس، والمشكلة ان انا صعبة قوي، والفهم فيها صعب والحفظ فيها صعب وكل حاجة فيها صعبة، فمش عارفة اعمل ايه. حاسة ان انا عاوزة بجد انقل، بجد حاسة ان انا عاوزة انقل. مش انا مش زي الثانوي صعب جدا وانا ما عنديش وقت، وغير كده صعبة والله يا جماعة، صعبة وغير كده منزلي. يعني الثانوي العام دي بتروح مثلا تقييمات وامتحانات شهور وعمل سنة وحاجات من دي، يعني ممكن ترفع الطالب لو هو جاب 0 ترفعه 70. لكن اعمال السنة مفيش، لكن منزلي السنة المنزلي مفيش اعمال سنة، مفيش امتحانات شهور، مفيش مفيش اي حاجة خالص، مفيش اي حاجة غير انت يا دوبك عليك الدروس، وهم يدوبك عليهم انت مثلا ان انت حليت بمجهودك او مش بمجهودك اللي انت حليت بيه، ايه هننجحك بيه. فانا مش عارفه اعمل ايه والله يا ولاد، فعاوزاكم تنصحوني كتير اعمل ايه. لان والله يا جماعه ما تعبانه جدا، نفسيتي تعبانه قوي، وشي اتبهدل من الحبوب، وكمان مش عارفه اقول لكم ايه، بس ادعولي كتير او انصحوني كتير برضه. بصوا ايتها اقرب يعني. ف كده نضفت الشباك ده ونسيت انضف الشباك التاني. طبعا هبتدي ان انا اشيل المفارش بتاعه السرير، عليا بكره يا ولاد درس الساعه 12، درس الساعه 2، درس الساعه 4، وكان الله في العون يا احبائي الكرام. ف في كان تعليق مكتوب في اخر فيديو منزلاه لبابا، كان بيقولوا لي يا رميساء النور غلط على عيون باباكي وكده، ما ينفعش يقعد في النور خالص. هو احنا كنا بس بنصور الفيديو، وبعد ما صورنا الفيديو خلصنا وقفلنا النور، لان بابا اصلا مش بيحب النور ولا احنا بنحب النور عموما يعني. فما تخافوش يا حبايبي، احنا محدش هيخاف على بابا اكتر مننا. ومستنيه برضه لو هتقولي لي ايه اللي تحت البيجامه دي، ايه اللي تحت الاسدال ده يا رموسة، النداء الادناء يا رموسة. معلش يا جماعه بتعلم اللغه الجديد. الادناء يا رموسة، هقول لكم بنطلون بيجامه ليه منزلاه يا رموسة زي الهطله كده، عشان يا حبايبي رجليا ما تبانش. بنطلون بيجامه قصير بس انا منزلاه خالص لحد رجلي وركبي كده عشان رجليا ما تبانش. فايه هو باين اهطل بس فدايه يعني. بعدين رحت اغسل الهدوم في الغسالة، لقيت بقابيك، رحت بقى فضلت العب بيها، لان مش عارفة يا جماعة، هو الواحد مهما كبر بيفضل يلعب بالبقابيك اللي بتطلع من الاريال دي، مش عارفة ليه، هي حاجة ممتعة صراحة.
غسلت الملايات وغسلت برضو هدوم ليا، فكان شكلها تحفة، والأوضة كان شكلها تحفة بعد الفيديو. بس عاوزة اجيب لها ملايات سادة عشان حاسة ان الالوان دي وجعت لي عيني، مش عارفة. بس ما علينا يعني، ربنا يرزقني واجيب اللي انا عاوزاه. وطبعا يا حبايبي 15/11 الجاي زي ما انتوا عارفين عيد ميلادي، ولو مش عارفين فهو عيد ميلادي. ف احنا دلوقتي في شهر 10، في نص 10 يعني. فين هديتي؟ كل واحدة هديتي تحط لايك او اشتراك وتصلي على النبي، دي هديتي، تدعولي، دي هديتي بقى منكم. فقولولي كل سنة وانت طيب في التعليقات، عشان محدش لسه قالي كل سنة وانت طيبة وانا زعلانة. هو لسه شهر او شهرين، لا لسه شهر، بس انا برضو زعلانة. محدش قالي برضو كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادي اللي هو بعد شهر. محدش قالي كل سنة وانت طيبة، نسيت كأني ما جيت. لا يا جماعة، كان اعياد الميلاد دي ما تتعمل ايام ماما او ايام زمان، كانت الاعياد فيها بركة كده. انا زعلانة منكم عشان ما قلتوش كل سنة وانتوا طيبة. بس عموما هتصالح لو دعتولي، قلتولي ربنا يوفقني في ثانوي ونصحتوني. طبعا يا حبايبي دلوقتي بقى كنت عمالة امسح في المراية، والغسالة طبعا شغالة على الملايات وكده، فكنت عمالة امسح في المراية. المراية دي اكتر حاجة بتتوسخ في الأوضة، انضفها الدقيقة دي، لا الدقيقة التانية المراية بايظة، مش عارفة ليه. ليه بجد؟ ليه يا ربي ليه؟ بس المهم يعني مسحت الصورة بتاعتي اخر حاجة، ومسحت الكوميدينو. اي ازاز بيتطرب بسرعة بطريقة رهيبة، فمسحت الازاز بتاع الكوميدينو والازاز بتاع المراية، وبرضو الصورة بتاعتي مسحتها. ومسحت برضو علبة المناديل. فطبعا مش عارفة اقول لكم ايه، بس والله العظيم ما عادش عندي كلام يا ولاد. بس هكمل برضه دلوقتي يا حبايبي. مش عارفه صوتي واطي ولا صوتي عالي ولا واطي، بس لو واطي علوه ولو عالي وطوه. خلصت اخيرا. هبتدي في ايه؟ انت فاكره انا هبتدي في ايه يا ولاد؟ استنى اما اجي ما اشوف هبتدي في ايه. فانتوا اصلا هكنس، تصدقوا هكنس، شفتها في المونتاج دي. فطبعا انتوا اصلا التفاعل بتاعكم مش عاجبني، حاساكوا بقيتوا بايعيني كده، وانا شريككم والله، بس انتوا بايعيني، انا زعلانه منكم. بس انتوا حبايبي والله، مزعلش منكم خالص. بس برضو هتبدأ تقولي انت بتقولي بس وطبعا وبرضو، بس وطبعا وبرضو، بس كده يا جماعه. ف عارفين اللي هي البنوته اللي هي بتقول على التيك توك، والنهارده هنعمل بقى كشري بقى بالبيض والسمن البلدي بقى، صلوا على النبي بقى. فانا في كلمه طبعا زي بقى. فطبعا وطبعا جبت كنيسه صفا الازمير، كنيسه الاوضه بسرعه عشان ما كانش فيها تراب اصلا، عشان هايدي كانت كنساها قبليها. وطبعا كنست الاوضه، والملايه ما كنتش عارفه هي مقلوبه ولا معوجه ولا ايه، بس ما علينا. هو في قلب قصاد السرير وقلب قدام كده، فقلت هعملها كده وخلاص، عشان الكرانيش كان في الناحيه بتاعه اللي هي الطرقه وكده. عشان انا عارفه ان انتوا مش فاهميني برضو، بس حاولوا تفهموني معلش، اعتبرونا بنتكم الصغيره. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده برضو بدأت ان انا اوضب في الاوضة، وبدأت ملامحها تبان. بس انا عاوزة ملايات
كل الواحدة عندها بيدج ملايات تبعتلي ملايتين للسرير سادة، وهعملك اعلان، وهعملك ريفيو، وهعملك اند ريفيو وتو ريفيو وتيف ريفيو. فانت حرة بقى، هو عرض اهو ما يتنساش، انت حرة بقى. تو ريفيو، اند ريفيو، وريفيو، واعلان، كل ده بس بملاية. فطبعا بهزر معاك يا ولاد، انا لو عاوز اجيب ملاية هجيب ملايات من جهازي، فيا رب يا تسمع الفيديو ده. لو عاوز اجيب ملايات اتس اوكي، هجيب ملايات من جهازي اللي هايدي جايبهولي، ملايات جديدة وملايات سادة وملايات ورور كده اهو. بس الملاية الواحدة يا ولاد ب1000 جنيه، ليه يا رب ليه؟ فا اتس اوكي يا جماعة. فايه، نرضى بقليلنا وخلاص. اهو احنا عملنا اوضه وجبنا عزل جديد ودهنا الاوضه، خلاص يعني اتس اوكي يعني، مش هنفضل كل شويه يعني كده نصرف وخلاص. احنا ثانوي، عايزين مصاريف كتير جدا جدا. ف طبعا فرشت الملايات كده، ودلوقتي بعمل الالواح اللي كل شويه تقع، كل شويه اللوح كل لما حد يقول له هش يقوم واقع، مش عارفه ليه. وطبعا بجيب المخده بسرعه، اقوم مدخلها في الكيس عشان ما تاخدش برد. ما تاخدش برد ليه يا رموسة؟ المخده مش بني ادمه؟ هقول لكم لا بني ادمه. امال بننام عليها ليه راسنا بننام عليها؟ مش بني ادمه ولا مش بني ادمه؟ بعدين كده بقى حطيتها مكانها. وهتقولوا دي اوضه اطفال كده، اوضه اطفال معرفش ايه، هقول لكم براحتي. اوضه اطفال عجباني. هتقولوا لي الملايات مش مريحه، الملايات فيها رسوم والرسوم دي حرام. هقول لكم عاجبني برضك، عاجبني. حاجة تانية عاجبني، حاجة كمان عاجبني برضك، حاجة كمان عاجبني. سوري يا جماعة. فطبعا المخدة الزغنطوطة دي لسه مولودة من 50 سنة، شايفين ان هي صغيرة ازاي وغلبانة. فهنلبسها المخدة بتاعتها عشان ما تاخدش برد برضو. فانا بحب اوضتي يا جماعة، والله بحب اوضتي، بحسها اوضة هادية وكيوت وعندي توت وكل حاجة، والله بحسها هادية ورقيقة وغلبانة وطيبة زيي، وتاخد على قفاها زيي. احنا هنهزر يعني ولا ايه؟ هنهزر يعني، مش كل حاجة فيها هزار. طبعا في واحدة بتقولي ايه في التعليقات، بتقولي خلي كلامك جد شوية، خليكي جادة شوية زي اختك هايدي. هو انتوا ليه يا جماعة كل شوية تقولي خليكي زي اختك هايدي، خليكي زي اختك هايدي؟ تقولي الامل خليكي يا امل زي اختك هايدي، خليكي مثلا يا امل زي اختك رميساء، خليكي يا رميساء زي اختك امل. يا جماعة يا حبايبي، ربنا خلق الاشخاص كل واحد في شخصية معينة وشكل معين وتقلب مزاج معين وطبع معين وصفة معينة. فاحنا مش هنيجي ده الخلق للخالق يا جماعة، احنا مش هنيجي نقول لا ده شخصيته مش عجبانا فمعلش غيرها. انتوا مالكوا؟ هو البني ادم بيكون مولود بذرة، الذرة دي مختلفة عن كل البشر. مفيش حد ده انت زيي في صفاتك، لا مفيش حاجة اسمها زيي في صفاتك. البني ادم عنده يجي 50,000 صفة. لو انت مثلا او انت عندك صفة زي اللي عند الشخص ده من 1000 صفة، فمش اكيد مش ال1000 التانيين هيكونوا زي الصفة اللي عنده يعني. مش اتمنى تكونوا فاهميني يا جماعة. هو كل واحد وشخصيته، كل واحد وطبعه. مثلا انا بحب مثلا اللي بحب الخروج، هايدي بتحب القعدة في البيت، هاي انا بحب القعدة في البيت، امل بتحب الخروج. كل واحد عنده مثلا هواية، مثلا التصوير، مثلا الاكل، حاجات من دي، طبخ. فكل واحد عنده شخصية، وكل واحد عنده طبع، وكل واحد عنده ستايل في اللبس، وكل واحد عنده ستايل في الكلام والذوق وبكل حاجة. فاحنا ما نجيش نقول للشخص ده خليك زي كذا او نقارن حد بحد، لان المقارنة خسرانة لو الشخص كويس. اتمنى تدعوا الخلق للخالق، واتمنى ان انتوا
ربنا يهديكوا يا رب. مش الحلوين، لا انتوا الحلوين على دماغي، لكن مش هقول الوحشين، يعني المتخلفين عقليا اللي بيكتبوا لي تعليقات بقراها وبضحك اصلا وبمسحها غير كده كده اصلا، او بعمل له اخفاء من القناه لانه يعني ولا هيزيد ولا يقل في القناه. ف اتمنى البنطلون الازرق المنقط بتاعي ما يكونش عامل لكم ازعاج في الكاميرا، لان لو عامل لكم ازعاج فده عادي، لان ده البنطلون اوسع من ياخد 50 شخص معايا. ليه ما يسبب تلبسوا بنطلون؟ عشان عاجبني. وطبعا هتقولي لي عاجبني دي فلاحي معرفش ايه. لا يا جماعه، انا هي عاجبني عادي. لكن في ساوند على التيك توك، في واحده مدرسه بتقول لي لبنتي يعني في الفصل، تقول لها شعرك منكوش، تقول لها عاجبني. تقول لها نضارتك وحشه، تقول لها عاجبني. تقول لها فستانك وحش، تقول لها عاجبني. وبعدين هو طلعت في الاخر كده ورقه مكتوب عليها لا للتنمر بخط عريض كده. فهي اللي هو نصيحه وكده. بس في بقى الناس اللي هي متخلفه عقليا زي كده، رحت عملت على الساوندات كلها وقلت عاجبني. فاهمين؟ ايوه طبعا فاهمين. ايه اللي مش مفهوم من كده يعني؟ طبعا البوكيه ده يا حبايبي بوكيه عادي زي اي بوكيهات، مرمي في جنب ملوش اي 60 لازمه. بس احلى حاجه ان هو جاي مني والله يا ولاد، مش جاي من حد تاني. احلى حاجه اني انا اللي دافعه فلوس البوكيه وانا اللي عاملاه. احلى حاجه والله يا ولاد ان انا اللي دافعه فلوس البوكيه. وطبعا لف ورجاله تاني عشان هي فلوسي نحاها. طبعا الورد طبعا وقع منه دبل عشان ما كانش بيتسقى حلو. فدلوقتي خلصت واللابتوب اتفنش واتننش. طبعا هتقولي لي الدباديب حرام يا ساقه، هقول لكم يا عيون ساقه، دول اللي فاضل لي من 500 دبدوب اصلا. ال 500 استنوا، ال 499 دبدوب، لا ال 498 دبدوب عند ايلين، والاتنين الباقيين اللي هم ال 500 اللي هم يكملوا 500 عندي. ليه يا رميساء؟ لان ايلين بنت اختي كانت بايته اليوم ده عندي. عملت ايه؟ اخدت كيس كبير قد كده اهو، حطت فيه دبدوب ودبدوب 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 وقطه. خدت الدباديب كلها. بس طبعا فداها 500,000 دبدوب. واللي انا عرفت اخبيه منها الرصاصي، الدبدوب الرصاصي. بس فداها عموما. وطبعا كده خلصت الروتين. فرشت السراير وكنست ومسحت وفرشت السجاد ورتبت المكتب، وطبعا قفلت الستاير. وهوريكم النتيجة النهائية. بس حضرتك دي النتيجة النهائية يا فندم. بس هو حلو شوية لو الملايات اتغيرت وبقت الوان سادة، او الملايات اللي عليها قلوب. وطبعا هتقولي لي بتلمحي، ايوه بلمح لهايدي ان هي تجيب لي الملايات اللي عليها قلوب عشان اعمل فلوجات يوم الشتاء، والشتاء بينقط كده. وطبعا هتقولي لي يا رموسه انتي مش زي كل مره بتقولي بحماس وبتتكلمي بحماس. طبعا اكيد يا جماعه ده الشتاء داخل، وانا مشتاقه للشتاء ونوفمبر وليالي نوفمبر وعيد ميلادي. فطبعا بحبكم كتير كتير كتير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون الفيديو لطيف خفيف. لو عايزين تنصحوني نصيحه انصحوني بلطف وبطريقه كويسه عشان ما امسحش تعليقاتكم. بهزر، ما امسحهاش، بعملها اخفاء. طبعا بحبكم في الله، وعاوزاكم تدعوا كتير لهايدي اختي، وتدعوا لي وتدعوا لامل اختي، تدعوا لماما سعيده. وطبعا وروحوا عند قناة لحظة مع هايدي، دعموها وعملوا اشتراك ولايك، وصلوها ل50,000 لان القناة بتاعتها واقعة جدا. فرحوها غلبانة والله العظيم يا جماعة، وروتيناتها وبساتها كيوت خالص. فاشوفكم على خير الفيديو الجاي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سلام.